جونيور فور عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. معادنا النهارده مع بارت 2 من ليسون 1. هنخلص الليسون النهارده ونحل كل الاكسرسايز بتاعته مع بعض. فلو انتوا اول مره تشوفوني يا ريت نشترك في القناه ونفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. كمان جروبات الواتس موجوده في الديسكريبشن بوكس لو حابين تتواصلوا معايا او تحجزوا دروس الاونلاين. كنا اخدنا الفيديو اللي فات الادابتيشن، واتكلمنا عن الهابيتات والايكو سيستم، وكل ده طلعناه مع بعض من كتاب الاسسمنت بوك. نمشي كده سريعا عليه علشان نراجع. اول حاجة عرفنا ان الادابتيشن they are characteristics that help living organisms to survive and reproduce. وقلت لك تركز كويس جدا على الكي ووردز اللي موجودة في الديفينيشن، علشان ممكن يجي يقول لك كل الكلام ده ويقول لك write the scientific term، تكون عارف انه بيتكلم عن الادابتيشن. عرفنا كمان الايكو سيستم، وعرفنا ان هو الاريا اللي فيها living organisms like الهيومن والبلانتس والانيمالز and the non-living things interact with each other. عرفنا كمان كلمة جديدة اسمها habitat، وهي معناها ان where the animal live، المكان اللي عايشة فيه او اللي عايش فيه الانيمال. كمان حددت لك ال give reason، وعرفنا يعني ايه give reason. يعني بقول لك قول لي السبب، عرفني السبب. مثلا give reason the stirred animal lizard search for أو looking for a shaded area to keep its body cool. تمام، هي اللي بتدور على shaded area علشان تخلي البادي بتاعها all the time cool to keep its body cool. علمنا على أول 3 questions، وقلت لك بعد الفهم هتكتبهم 2 times. أنا بكرر يا حبايبي عشان عارفة إن جريد 4 دي مادة جديدة عليهم وبيكونوا تايهين شوية في الأول. عرفنا كمان الوات هابن، وكان في سؤال مهم جدا في الوات هابن بيقول لك what happen if the warm blood vessels and cold blood vessels in penguins feet don't wave around each other. يعني ما بيكونوش، او ايه اللي هيحصل لو هما مش ملفوفين على بعض؟ طبعا البلاد moving up اللي طالع لفوق، احنا اتفقنا ان هو اللي طالع لفوق moving up ده اللي هو ايه؟ اللي كان في الفيت، والفيت touch the ice او touch the snow فهيكون cold. تخيل بقى هو رايح على فين؟ على البادي. تمام، وهو كولد ممكن يخلي البادي فريز يتجمد. مهم جدا جدا تشوف الفيديو اللي فات، او الفيديو هتلاقيه في البلاي ليست، وهيعرفك ازاي تذاكر الساينس. وكمان لازم تكون عارف الليسون من اوله، من اول الادابتيشن، علشان تقدر تكمل معانا الفيديو النهارده. النهاردة بقى يا حبايبي هنتكلم عن حاجة جديدة اسمها كاموفلاج. يعني ايه كاموفلاج؟ بصوا كده هوريكم صورة الأول، ركزوا معايا فيها. صورة للبولار بير هوريها لكم حالا. حد عارف البولار بير يا حبايبي؟ طب عارفين يعني ايه بولار؟ قلتها الفيديو اللي فات ساعة ما قلت لك بولار كلايمت يعني المناخ القطبي. اه، بولار بير بقى يعني الدب القطبي. تمام، هو موجود فين تفتكروا كده؟ فكروا معايا حالا، بس هجيب لكم الصورة اهو. بصوا كده البولار بير اللي موجود قدامك في البيكتشر ده، ولونه الكالر بتاعه بيكون وايت، لونه ابيض. طب موجود فين حضرتك؟ انا موجود في السنو، في البولار كلايمت. بولار كلايمت كلها سنو، كلها تلج. تمام، حلو جدا. تفتكر بقى لوني، الكالر بتاعي في الوقت ده المناسب للانفايرونمنت بتاعتي هيكون ايه؟ اه، ده انا لوني وايت، لون السنو، التلج اللي انا موجود فيه. طب ليه يا بولار بير؟ اه، علشان اقدر اعمل كاموفلاج. يعني ايه كاموفلاج؟ يعني بلند ان ويز، اندمج مع الانفايرونمنت، وابدا ان انا سنيك اب، اتسلل لحد ما اوصل للبري، الفريسة بتاعتي، واكلها من غير ما تشوفني. تمام. هو عمل دلوقتي ايه؟ عمل حاجة اسمها كاموفلاج. يعني ايه كاموفلاج؟ يعني تمويه. يعني بدأ يستخبى. بص انا قلت ايه؟ hide from their predators or their prey. هعرفك يعني ايه predator و prey دلوقتي، بس الاول عايزاك كده النوت بوك بتاعتك
والبنسل بتاعك اللي متفقين كل فيديو يكون معاك، وتكتب كلمة كاموفلاج. يعني ايه كاموفلاج؟ It's a way of adaptation، طريقة من الادابتيشن، من التكيف، بتمكن الانيمال ده ان هو هايد، يستخبى from the predator or the prey. البريدتور ده هو الانيمال الشرير اللي هانت اند ايت، بيصطاد وياكل. اقول عليه ايه؟ بريدتور، المفترس، زي البير اللي موجود في الصورة ده. والبري يا حرام، الانيمال اللي اتاكل، اللي is hunted and eaten، انيمال تاني اصطاده واكله. تمام. نكتب برضو البريدتور والبري. ممكن يجي لك في الساينتفك تيرم يقول لك write the scientific term. It's an animal that hunts أو that hunts and eats another animal. تبقى عارف إنه بيتكلم عن البريدتور. لو قال لك it's an animal that's hunted، تم اصطياده، and eaten by another animal، تعرف إنه بيتكلم عن البري الغلبان اللي اتاكل. تمام يا حبايبي؟ عرفنا إن هو بيستخبى ليه من البري أو البريدتور. يبقى الكاموفلاج هي طريقة من الادابتيشن that some animals use to hide، تستخبى. وسهل جدا جدا لو هي الكالر بتاعها لون الانفايرونمنت اللي حواليها، تقدر تعمل كاموفلاج زي ما وريتك كده في البولار بير. البولار بير حضرتك الهابيتيت بتاعك فين؟ يعني where the animal live، يعني المكان اللي عايش فيه. الاركتيك ريجونز او البولار ريجونز، المناطق القطبية اللي مليانة سنو، والسنو لونه وايت. فانا دلوقتي البادي بتاعي برضو وايت. It has white and thick fur. ليه white؟ خلي بالك. وليه thick fur؟ فرو كثيف. white to help it blend in with the snow، علشان يندمج مع السنو اللي حواليه، ويبدأ سنيكس أب يتسلل لحد ما يوصل للفريسة بتاعته. سنيكس up on its prey. مش هتاخد بالها أصلا لأن لونه وايت، لون الانفايرونمنت، فممكن ما تشوفوش. طيب وثيك فير ليه؟ give reason. سؤال مهم. give reason the polar bear has a thick fur. يبقى to what؟ عايزاكوا كده في الكومنتس تكتبوا لي. ما ننساش نشترك ونعمل لايك وشير للفيديو. ليه تفتكروا ثيك فير؟ هو ده بقى الجاكيت اللي لابسه، طبعا ربنا خلقه بيه علشان يدفيه. يبقى to keep its body warm. برافو عليكم. طيب انا عندي بقى another types، عندي انواع تانية من البير. اه عندي. ها، مين عارف؟ مين شاف بولار بير قبل كده؟ اكيد ما حدش يعني. طيب في تايبس تانية. بصوا كده، في بلاك بير and براون بير. الشطور اللي واقف يذاكر ده براون بير. طيب هو البراون بير لو عايش في البولار ريجونز هيقدر يعمل كاموفلاج؟ هيقدر blend in with the snow؟ لا طبعا، ده هيبان جدا من السنو. ولا هو ولا البلاك بير يقدروا يعيشوا فين؟ في السنو او في البولار ريجنز. طب امال هما موجودين فين؟ الهابيتيت بتاعهم فين؟ فكروا كويس. في مكان مناسب ليهم، الفورستس. ليه يا تيتشر الفورستس؟ لان هم عندهم darker fear than the polar bear. خلي بالك ده سؤال في الكومبليت هيجي لنا كمان شوية. So the brown bear and the black bear have darker fur than the polar bear. ليه؟ لأن هم موجودين في الفورستس، محتاجين يعملوا كاموفلاج، محتاجين هايد، يستخبوا among the tree when they hunt. يقدر يستخبى كده ورا الشجرة كده، ويقدر ان هو hunt، يعمل سنيك اب، يتسلل كده لحد ما يوصل للبري بتاعته ويصطادها. مهم جدا جدا نعرف الهابيتيت، ومهم جدا نعرف الكالر بتاع الفير بتاع كل بولار او بتاع كل بير. تمام. طيب يبقى خلاص عرفنا البولار بير والبراون اند بلاك بير. ناخد حاجة تانية بتعمل كاموفلاج. تعالى كده بص على الصورة اللي قدامك دي. عارفين الفينيك فوكس؟ كلنا عارفينه، كان في كرتون كده بتحبوه بتتفرجوا عليه. ده الفينيك فوكس. طيب حط جنبه كده حاجة اسمها كيريكال. الكيريكال. طب الاتنين موجودين فين؟ الكيريكال والفينيك فوكس هابيتيت ديزرت. طب مش الديزرت دي مليانة ساند، مليانة رملة، والساند لونها يلو؟ اه انت شايف لونهم هما كمان ايه؟ يلو اهو.
sandy colored fur جاية من كلمة sand اللي موجودة في الديزرت. So they have a sandy colored fur اللي هي تان. عارفين لما حد كده يقعد في الشمس وياخد تان؟ افتكرها منها tan colored fur. طب give reason ليه تفتكروا؟ give reason، عايزة اشوف الإجابات بتاعتكم في الكومنتس. give reason. Caracal and Fennec Fox have a sandy colored fur. أفكر، طب ما هو موجود في الديزرت والديزرت مليانة ساند، يبقى الساندي colored fur ده help them blend in with. احفظ لي كلمة blend in with دي كويس جدا، بس نحفظها جوه الجملة. blend in with desert، تمام، عشان يندمج مع الديزرت الانفايرمنت بتاعته. اوكي حبايبي، اي سؤال اكتب لي في الكومنتس على طول. خدنا كمان او هناخد دلوقتي الديزرت ليزرد. فيها حاجة كمان، ده فيها حاجة على البودي بتاعها اسمها سكيلز. colorful skills. شايفين النقط اللي عليها دي؟ شايفين الكالرز اللي عليها؟ دي بتمكنها ان هي هايد، تستخبى among the colorful rocks. ما هي الديزرت ما فيهاش ساند بس، الديزرت فيها ساند وفيها روكس وفيها ماونتينز جبال وكل الحاجات دي. طيب وفيها كمان colorful rocks، يعني صخور بتكون ليها الوان كده. الكالرفول روكس دي او الكالرفول سكيلز اللي موجودة على الديزرت ليزرد بتخليها تقدر ان هي hide among the colorful rocks. يعني hide among إن تقدر تعمل كاموفلاج، تمويه. تمام يا حبايبي، اظن الجزء اللي باقي كان سهل جدا جدا، بس انا حبيت اخليه لوحده عشان نحل الاكسرسايز معاه. كل اللي خدناه النهارده كلمة جديدة اسمها كاموفلاج، تمام، نعلم عليها على طول في كتاب الاسسمنت بوك بيجي 59. هتحفظ الساينتفك تيرم، تكتبه 3 times وتحفظ الديفينيشن، ويا ريت نكتبه هو كمان. camouflage it's a way of adaptation that some animals use، بتستخدمها to hide from، تستخبى. بص كده، خلي بالك في keywords قلت لك 100 مرة تركز عليها. way من الادابتيشن، طريقة من الادابتيشن بتخليها hide، اهي كام كلمة كده خلي بالي منها. طب hide هتستخبى من ايه؟ من البريديتورز or البراي. وتقدر تعمل ايه؟ blending in with surrounding environment. blending in with دي مهمة جدا تحفظها عشان تندمج مع الانفايرمنت ما تبانش منها. تمام يا حبايبي، أسئلة الجيف ريزون وات هابن اللي خاصة بالجزء اللي احنا خدناه النهاردة بيقول لك أول حاجة give reason for. Some desert lizard have colorful skills. دي عندها colorful skills ليه؟ أنا أخد كلمة colorful دي وأزود عليها بقية الإجابة. To hide علشان تستخبى among the colorful rocks in desert. تمام، تستخبى بين كده ال colorful rocks وما تبانش منها، تقدر تعمل camouflage. Number 5 بيقول لك ان الفينيك فوكس has a sandy colored fur. sandy، طب ما هو موجود في الديزرت فيقدر يعمل ايه؟ blend in with desert. تمام. طيب نكمل السؤال. while polar bear has white fur. ما البولار بير موجود فين؟ في الاركتيك او في البولار ريجنز، عايز يستخبى between السنو. يبقى while polar bear has a white fur to blend in with snow. شفت كلمة blend in with اتكررت كتير ازاي؟ فخلي بالك منها. تمام. بعد كده بيقول لك في number 6، نعلم مع بعض كده يا حبايبي ونحفظهم أول بأول. Some animals have ability to make camouflage. تقدر تعمل تمويه أو تخفي camouflage adaptation. ليه؟ because camouflage helps some animals، بتساعدها to hide. ممكن تقول كده to hide from their predators or prey in different environment. ولو قلت الجزئية دي يبقى تمام جدا وشكرا، وهديك ستار كمان. يبقى to hide from their predators or prey. Number 7
Phoenix Fox has a tan colored coat. يعني ايه tan colored coat؟ يعني sandy colored coat. Give reason to hide in a sandy, rocky environment and protect it from hot sun. ايه ده؟ hot sun؟ ده عامل زي الامبريلا، عامل زي الشمسية اللي بتحجب الشمس عن السكين بتاعه، بتحميه. التان كولورد كوت بتاع الفينيك فوكس بيحميه من الصن. اي ثينك ان احنا هنكمل الجزئية دي السيشن الجاي، فخلي السؤال ده مفيش مشكلة. بعد كده في الوات هابن الأسئلة كتير، فلازم نحفظها أول بأول، ما ينفعش تتراكم علينا. بيقول لك what happen يعني ايه اللي هيحصل لو the polar bear has thin fur. يا نهار أبيض thin fur! طب فين البلانكت، البطانية اللي عليه، الجاكيت اللي هتدفيه؟ ده موجود في السنو، في التلج. لو البولار بير has thin fur instead of بدل من الثيك fur بتاعه it cannot adapt مش هيقدر يتكيف with very cold weather in polar regions. مش هيقدر يتدفى ولا هيقدر adapt. It cannot adapt with the very cold temperature أو cold weather. Number three, if the body of Phoenix Fox طبعا what happened if the body of Phoenix Fox is covered with black fur. فينيك فوكس وبلاك فير، ده الفينيك فوكس ده موجود فين؟ في الديزرت. محتاج ايه؟ ساندي كولورد فير علشان يقدر يعمل بلند ان with the snow. طب لو هو ما عندوش الساندي كولورد فير وعنده بلاك فير، برضو it cannot hide مش هيقدر يستخبى and hunt its prey ولا هيقدر يستخبى ولا يصطاد الفريسة بتاعته في الديزرت. بعد كده السؤال نمبر 4 بيقول لك what happens if ايه اللي هيحصل لو some types of lizards are not able مش قادرة to make camouflage adaptation. لا دي هتتاكل بقى، دي هتبقى بري فريسة. يبقى they cannot hide from their predators مش هتقدر تستخبى من البريداتورز ولا هتقدر تستخبى من البري. So they cannot hide from their predators or they preys. Number 5, what happens if Arctic fox؟ لا خلاص احنا نقف لحد هنا في الجيف ريزون والوات هابن لحد نمبر 4 ونراجع على اللي فات معاه. يعني لما يجي احفظ الجديد اراجع على اللي فات سريعا. طيب بعد كده قلت لك الهابيتيت مهم جدا. خدنا النهارده ايه؟ احنا المره اللي فاتت اخدنا الهابيتيت اوف بينجوين، عرفنا الاركتيك او انتاركتيكا ريجن والبادي is covered with dense feathers. النهارده خدنا البولار بير، خدنا البراون والبلاك بير، وخدنا فينيك فوكس اند كوريكال والديزرت ليزرد. بالنسبه للبولار بير Arctic regions ده الهابيتيت where the animal live. طيب البولار بير is covered with thick fur white كمان، خلي بالك زودها عليها. البراون والبلاك بير الهابيتات forests body is covered with dark fur. فينيك فوكس and كيريكال الهابيتات في الديزرت، عايشين في الديزرت. البادي بتاعهم is covered with sandy colored fur. آخر حاجة الديزرت lizard من اسمها كده موجودة في الديزرت. طب البادي is covered with colorful scales. colorful scales الكلمة اللي صعبة عليك اكتبها، ما تكسلش، خليك مميز كده. تمام. ايه دي الحاجات اللي موجودة في الجيف ريزون وات هابن كتاب الاسسمنت بوك اقصد، اللي هنحفظها ونذاكرها ونكتبها. هنيجي بقى على الاكسرسايز اللي موجودة ورا ليسون 1، هنحلها كلها مع بعض دلوقتي. يا ريت نركز كويس جدا، واللي معاه الكتاب يجيبه ويبدأ يحل معايا. تمام. قولي choose the correct answer. الستيرد أجمل lizard
keeps cool during a hot sunny day. احنا اتفقنا ان الستيرد اجاما ليزرد او اي انيمال اي living organism يا حبايبي محتاج ان هو يعمل adaptation، محتاج يتأقلم مع الكونديشن او ظروف الانفايرمنت اللي حواليه. يعني النهاردة hot temperature، فهي هتحاول ان هي search for a shaded area، تدور على shaded area مكان فيه ضلة علشان keep its body cool. طيب هنا بيقولي ان الستيرد اجما keep cool during a hot sunny day in desert by eating green vegetables. لا. drinking more water. no. drinking less water. لا برضو، لكن هي بتدور على shaded area. finding a shaded area. Number 2, adaptation helps the living organisms in all of the following characters except. بيقول لي هنا ان الادابتيشن بيساعدنا في كل الحاجات دي، بيساعدنا ان احنا survive، بيساعدنا ان احنا reproduce، بيساعدنا ان احنا نعمل camouflage وهايد، لكن طبعا مفيش حاجة بتحمينا ابدا من الموت. Number 3, penguins live in a polar climate which البنجوين عايش في البولار كلايمت، واتفقنا ان البولار كلايمت هو the coldest place او one of the coldest place in the earth. كله سنو كمان يا حبايبي. Number 4, which of the following ways help penguins to adapt to live in polar climate؟ مديك حاجات وبيقول لك هنا اي حاجة من دول بتساعد البنجوين ان هو يقدر يعيش ويعمل adaptation ويتأقلم مع البولار climate. Number 1, their bodies are covered with skin. just skin يعني السكين ده keep its body warm. لا. B, their bodies are covered with dense feathers only. هو بس just dense feathers، ولا احنا اتفقنا ان البوديز covered with dense feathers and a thick layer of fat، عاملة زي الجاكيت التقيل اللي هتدفيه. Number 5, in penguins feet warm blood vessels weave around cold blood vessels، ولا warm blood vessels weave around its toes، ولا cold blood vessels weave around its toes، ولا cold blood vessels wave around the dense feathers. يا ريت يا حبايبي واحنا بنحل نقرا كل الاجابات وبعد كده نختار الاجابه الصح. طبعا الورم بلاد فيزلز والويف اراوند كولد بلاد فيزلز، او الورم والكولد ويف اراوند each other. Number 6, penguins feet have blood vessels that bring dot up. اتفقنا ان هي طالعه up، يعني ادي البنجوين فيت مثلا، تمام، touch the ice all the time. طب هي البلاد طالع فوق، يبقى دلوقتي البلاد cold هو جاي من الفيت طالع على البادي، تفتكروا هيكون cold ولا hot؟ أكيد cold blood up، طالع up from the feet towards its body. Number 8, bears that live in forests have fur dot that the polar bears whiter than ولا darker than ولا similar to ولا brighter than. هنا بيقول لي ان البيرز اللي عايشة في الفورستس عندها فير، تفتكروا الفير بتاعها ده هيكون darker ولا similar ولا whiter من البولار بير، من الفير بتاع البولار بير؟ طبعا البولار بير عارفين ان هو white. give reason to blend in with the snow، عشان يندمج مع السنو ويقدر يعمل camouflage. لكن الفورستس او البيرز اللي موجودة في الفورستس have dark fur، يبقى darker than. وليه dark؟ علشان تقدر ان هي hide among the tree، تستخبى وتعمل camouflage هي كمان between the tree او among the tree. ما ننساش يا حبايبي سبسكرايب ولايك وشير للفيديو علشان كل زمايلنا تستفيد. كمان جروبات الواتس بسيبها اول كومنت للاستفسارات المجانية. Number 9 بيقول لي Fennec Fox and Curricle have dot that help them blend in with the desert. مش احنا اتفقنا ان الديزرت دي فيها ساند والساند لونه يلو، اقدر اقول ان هو يلو colored او ساندي colored fur عشان يقدر يعمل camouflage مع او blend in with the environment. Number 10 desert lizards
have dot that make them hide among the colorful rocks. هي محتاجة ايه عشان تقدر تستخبى وتعمل كاموفلاج وتقدر ان هي hide among colorful rocks؟ محتاجة colorful skills. Number 11. camouflage means the animal. الكاموفلاج ده معناه ايه؟ معناه ان الانيمال can be seen easily، هيتشاف بسهولة، ولا is hard to be seen among its surrounding environment، صعب ان انا اشوفه، عامل تمويه ومستخبي، مندمج مع الانفايرومنت بتاعته، ولا is easily to be seen by its prey، ولا can be seen easily by its predators. انا عايزاكم تختاروا بذكاء، حتى لو انتوا نسيتوا المعلومة اختاروا بذكاء. هو نمبر letter A و letter C و letter D تقريبا التلاتة نفس المعنى، تمام؟ واحنا برضو عارفين ان الكاموفلاج يعني تمويه، يعني هيكون hard ان هو be seen among the surrounding environment. Which of the following birds is more difficult to be seen by its predator؟ هيكون صعب ان البيرد ده يتشاف لو هو red bird موجود على green tree، ولا yellow bird موجود على green tree، ولا blue bird on a green tree، ولا green bird on a green tree. اكيد الجرين مع الجرين هيبقى فيه كاموفلاج وهيبقى فيه تمويه وانا مش هقدر اشوفه، هيكون difficult او hard to be seen. حبايبي بقى نركز شوية في التيبل ده. هنا مديني تيبل، مديني الانيمال والادابتيشن و helps it to. يعني بيقول لي الانيمال البنجوين بيعمل adaptation. الادابتيشن ده بيساعده في ايه؟ يلا تشوز نمبر 1. بنجوين، طبعا احنا عارفين ان البنجوين has a thick layer of fat and dense feathers. So number 1C. ده help it بيساعده في ايه؟ keep its body warm، هو ده اللي محتاجه، keep its body warm لانه عايش في البولار climate. نمبر 2 الكوريكال عنده sandy colored fur. طيب ليه؟ مش هو عايش في الديزرت، والديزرت كلها ساند، يبقى هيقدر ان هو blend in with the desert landscape. نمبر 3 براون بير عنده dark fur. اوكي، letter A. بيساعده في ايه؟ hide among the trees when it hunts. hide among the trees هتكون letter D. نمبر 4 البولار بير عارفين ان عنده thick white fur. الثيك white fur ده هيساعده في ايه؟ هيساعده ان هو blend in with the snow. stay warm and hide from the breeze. هيدفيه ويساعده ان هو يستخبى من البريز بتاعته. بعد كده true false. Number 1 the desert lizard blend in with large green trees to hide from the enemies. لا false. Number 2 animals that live in hot deserts have special ways to keep their bodies cool during sunny days. بيقول لي ان الانيمالز اللي عايشة في الهوت ديزرت عندها special ways to keep their bodies cool. انا بقول بالراحة وبتكلم بالراحة، ياريت لو سمحتوا نحاول نفكر ونقول true or false. هستنى اجاباتكم في الكومنتس. طيب لو انا عندي مثلا خدنا مثال اللي هو الستيرد اجاما ليزرد، الواي بتاعها ايه؟ ان هي search for shaded area، يبقى هنا true. Number 3 living organisms can survive and reproduce in different environment by the help of adaptation. اتفقنا ان الادابتيشن بيساعدنا وبيساعد الانيمالز to reproduce and survive، يبقى true. Number 4 a penguin body is covered with dense feathers and thin layer. خلوا بالكم هو بيقول thin، لا هي مش thin، هي a thick layer of fat، هتكون false. The white fur is an adaptation in birds that live in polar regions. الوايت فير محتاجة ان هي blend in with the snow، والسنو لونه white، يبقى محتاجة white fur.
and keep its body warm ويدفي البادي بتاعه طبعا. Number 6 the sandy colored fur of caracal helps it blend in with the snow in the polar environment. هو الكيريكال اصلا موجود في الديزرت، الهابيتات بتاعه ديزرت، ملوش دعوة بالبولار environment. Number 7 some types of lizards have colored feathers to help them blend in with rocks in their ecosystem. بيقولك هنا ان some types of lizards عندها colored feathers ولا colorful scales؟ طبعا ما عندهاش feathers، هتكون false. بعد كده complete سؤال complete the following، مديني كلمات وبيقول لي أكمل منها. The environment where living organisms live is called ال environment where the animal live اتفقنا إن اسمه habitat. Number 2 an animal that hunts and eats another animal. الشرير اللي أكل اسمه predator، واللي اتاكل اللي is hunted and eaten سميناه prey. برافو عليكم. Number 3 the characteristics that helps living organisms to survive أهي keyword and reproduce in the ecosystem is known as. و characteristics كمان keyword الحاجات اللي بتساعد ال living organisms تقدر تعيش وتتكيف. ده أنا جاوبت وأنا بقول خلوا بالكم. survive and reproduce يعني get new individual سميناه ايه؟ تفتكروا كاموفلاج ولا adaptation؟ اكتبولي في الكومنتس على طول. برافو adaptation. طبعا دي تو إيه زيها تكملة تو يعني. اوكي adaptation. Number 4 the way of adaptation that some animals use to hide. قلنا كلمة hide اهي تستخبى من البري او البريدتور، يبقى على طول ايه؟ انا بديكوا فرصة تقروا السؤال او وقفوا الفيديو وجاوبوا. هيكون كاموفلاج. تمام. سؤال الكومبليت بقى، او خلينا الاول في سؤال الساينتفك تيرم. write a scientific term. السؤال اللي عامل زي الفزورة وأنا شخصيا بحبه جدا. Number 1 بيقول لي a characteristic that helps living organisms to survive and reproduce in the ecosystem where or which they live. طيب أنا لسه قايلاها في الكومبليت، هسيبها لكم تكتبوها لي في الكومنتس. طبعا الادابتيشن. اوكي. Number 2 a bird that has a thick layer of fat and a dense feathers to adapt مع extreme cold weather. اتفقنا ان البنجوين يا حبايبي عايش في البولار climate is one of the coldest place، واتفقنا ان هو touch the ice all the time. وعرفنا ازاي ان هو keep its feet warm مع انه all the time touch the ice. نرجع للفيديو اللي فات وهنعرف بالتفصيل ازاي ان blood vessels weave around each other. تمام. يبقى البرد هنا اسمه ايه؟ اسمه البنجوين. بنجوين. Number 3 it covers the body of some types of birds to blend in with the snow and keeps their bodies warm. اكيد هيكون thick white fur. thick white fur. Number 4 a type of foxes that has a sandy colored fur to adapt its desert environment. the fennec fox. ماشية معاكم خطوة بخطوة، كمان بكتب لكم، فلو سمحتوا نكتب مع بعض وما نسيبش اي سؤال لما نحله علشان نكون مميزين في الساينس. Number 5 animals a property that helps animals to blend in with their surrounding environment. ايه اللي بيخليها تقدر تعمل surrounding، تقدر تعمل blend in with the snow مثلا؟ هيكون الكاموفلاج يا حبايبي. بعد كده سؤال الكومبليت، وكتير قوي بيتلخبط فيه. على فكرة هو ما يلخبطش خالص، هو بس عايز شوية تركيز منك. يعني في نمبر 1 هنا بيقول لي the penguin's body can keep warm through a thick layer of. البادي بتاعه احنا اتفقنا ان هو covered بايه؟ thick layer of
فات، خلي بالك هو جاي في اكزام اهو. and dense feathers، اللي مذاكر عمره ما هيتلخبط. في number two a penguin can stand around on ice، يعني البنجوين يقدر طول الوقت touch the ice all day due to the waving of what، اللي ملفوف على بعضه waving of what around each other. ها، فاكرين waving of what؟ blood vessels، برافو blood vessels. شايفة ناس شطورة وبتكتب في الكومنتس. اللي هيكتب ويحل معايا كويس جدا ويكتب اسمه هقول اسمه الفيديو الجاي. في نمبر 3 forest bears have dot، هو forest خلي بالك يبقى محتاج ايه؟ محتاج dark color. واحنا شفنا ان البلاك بير والبراون بير موجودين فين؟ موجودين في الفورست. so black and brown. colored fur، while polar bear اللي موجود في السنو عنده white fur. give reason to blend in with the snow. بحب أسئلة الجيف ريزون جدا على فكرة. بعد كده number 4 in desert environment animals like dot and dot are covered with sandy colored fur. خدنا ايه؟ خدنا اتنين، خدنا الفينيك فوكس وخدنا الكوريكل. فينيك I think ان الفينيك فوكس دي مش هتنسوها خالص. فينيك فوكس and كوريكل. تمام. بعد كده في number 5 استنوا اخد لكم دي سكرين شوت عشان ناس كتير بتطلبها مني. number 5 among animals، من بين الانيمالز that can live in desert ecosystem. وعرفنا يعني ايه ecosystem قبل كده، فاكرين؟ اديكوا example على الايكو سيستم. ها فاكرين لما جبنا الصورة الحلوة دي بتاعت الكامل اللي موجود في الديزرت، واتفقنا ثواني واتفقنا ان الديزرت اهي ايكو سيستم. ليه؟ موجود فيها living organisms الانيمال والبلانت ونون living things زي الووتر والروكس والساند طبعا interact with each other. خدنا كمان example عليها الاوشن. تمام. وقدام شوية هنلاقي examples تانية زي الفورست مثلا والرين فورست. طيب نرجع تاني للإكسرسايز. بيقولك among animals that can live in desert ecosystem are dot lizard and dot fox. طبعا هيكون desert lizard والفينيك فوكس. في number 6 the fur of a polar bear is a thick أو thick to keep its body، هو كثيف thick fur علشان يقدر ان هو keep its body ايه في البولار climate. طبعا هيكون warm او حد يقولي cold. warm طبعا. while it has dot color to blend in with snow، افكر السنو لونه white يبقى هو محتاج white fur to blend in with the snow. Number 7 the body of some types of lizard are covered with، فاكرين الديزرت lizard كانت covered with what؟ افتكروا بسرعة. colorful scales. ما تستكترش الكلمة، يعني اكتب color اهي واكتب full if you will. colorful scales. skills بقى كلمة سهلة برضو جدا اهي scales. يعني ايه colorful skills؟ يعني حراشيف ملونة زي اللي شفناها في الصورة. with colored rocks علشان تقدر ان هي blend in with colored rocks، يعني تندمج وتستخبى between ال colored rocks وتعمل ايه camouflage. number 8 among animals that can live in polar environment، خدنا اتنين يقدروا يعيشوا في ال polar environment. افتكر كويس جدا. اول حاجة خدناها البنجوين، وتاني حاجة خدناها أو تاني animal كان البولار
bear. ما شاء الله بلاقي ناس شطورة جدا جدا بيحلوا الاكسرسايز ويصوروها لي ويبعتوها لي على الواتس، جروبات الواتس المجانية. وبصراحة يعني السنة دي في ناس ما شاء الله عليهم كتير جدا جدا متحمسين للساينس، لأنه سهل زي ما انتوا شايفين كده، محدش يستصعبه يا حبايبي. تمام. طبعا مستنياكوا تعملوا لايك وشير للفيديو، نسيب كومنت علشان ده بيخلي الفيديو يوصل لأكبر عدد من زمايلنا. كمان يا ريت نشير الفيديو في جروبات المدارس. في number 9، animals can blend in with their surrounding environment to hide. هي راح تستخبى من ايه؟ from their what and prey through what property. السؤال ده مهم جدا. انا ممكن اجي هنا واقول هي تستخبى من البري او البريدتور. طيب through what property دي هتلخبطني شوية. لا ما تلخبطش بقى، انا عارف ان هي بتعمل ايه. بتعمل حاجة اسمها كاموفلاج، يبقى كاموفلاج property. بس كده سهلة جدا. هتستخبى من ايه again؟ prey or predator. predators or preys through، اكتبها لك هنا عشان تبقى على بعضها، camouflage. البقى بتاع الجيفريزم بيقول لي اول حاجة number 1 the stairs agama lizard always looking for shaded area in desert. اللي هي ليه بتدور على shaded area؟ to keep its body cool. محتاجة البادي بتاعها يكون cool. بتستخبى من الصن، يبقى to keep its body cool. خش على جروبات الواتس يا حبايبي واسألوني على اختصارات الجيف ريزون والوات هابن. number 2 the penguin's body has a thick layer of fat and a dense feathers. يا ريت نفكر، هو البنجوين عايش فين ومحتاج الثيك layer في ايه ومحتاج الدنس feathers في ايه؟ محتاجها to keep its body warm. number 3 the blood vessels in the penguin's feet wave around each other. اتفقنا ان هي ملفوفة على بعضها to keep its toes from freezing، علشان تحافظ على التوز او على الفيت بتاعتها من ان هي يحصل لها freezing. ازاي؟ ان الورم blood vessels heat up the cold blood vessels. وقلت لك مثال، لو حضرتك جاي من بره واتس cold temperature بتجري على مامي تقول لها احضنيني يا مامي، فبتبدا ان هي تدفيك. الهيت بيبدا ان هي او التمبريتشر بتبدا ترانسفير تتنقل من ماما ليك فتبدا انت تتدفى. number 4 some desert lizards have colorful scales. اللي عندها colorful scales عشان تقدر ان هي hide among the colorful rocks، تقدر تعمل blend in مع environment. number 5 fennec fox has sandy colored fur while polar bear has a white fur. الساندي colored fur يعني عايش فين؟ الهابيتات بتاعه فين؟ الساند في الديزرت. يبقى so the fennec fox has a sandy colored fur to blend in with the desert. لكن البولار بير عايش في السنو، يبقى has white fur to blend in with the snow. Some animals have the ability to make camouflage adaptation. ليه بعض الانيمالز عندها القدرة ان هي تعمل camouflage adaptation؟ لان هي تقدر ان هي hide from their predators or prey in different environment. يبقى because ان الكاموفلاج ده بيقدر ان هو او بيساعدها help it to hide from their predator or prey. what happens if؟ ايه اللي هيحصل لو؟ ايه اللي هيحصل لما الورم blood vessels and the cold blood vessels in the penguin's feet don't wave around each other؟ تخيل لو هي مش wave around each other، ايه اللي هيحصل؟ البلاد اللي هو moving up into the penguin body will be cold. مش هو طالع من الفيت للبادي والفيت touch the ice، يبقى هو cold. may make it freeze. ممكن يخلي البادي يحصل له freezing، ممكن الفيت بتاعته freeze. يبقى so the blood moving up into the penguin's body will be cold and may make it freeze. number 2
The polar bear has thin fur instead of its thick fur. تخيل لو هو عنده thin fur مش thick fur، ايه اللي هيحصل؟ It can't adapt مع ال very cold temperature. مش هيقدر اللي هو يعمل adaptation مع cold temperature. It can't keep its body warm. مش هيقدر يخلي البادي بتاعه warm. Number 3. What happens if the body of fennec fox is covered with black fur؟ طبعا يا حبايبي دلوقتي مش هيقدر يعمل كاموفلاج مع الانفايرمنت. هو بيعمل كاموفلاج لانه هو هي ساندي colored fur. تخيل لو الفير بتاعه بقى لونه بلاك، ايه اللي هيحصل؟ It can't hide and hunt its prey. It can't make camouflage. Number 4. Some types of lizards aren't able to make camouflage adaptation. لو الليزرد دي ما تقدرش تعمل camouflage يبقى they can't hide برضو from their predators or preys. مش هتقدر تستخبى لا من البريدتور ولا من البريز. Number 9. Compare between. عايز مقارنة بين الهابيتات، عايز مقارنة بين البنجوين والفينيك فوكس. هتقوله البنجوين عايش فين والفينيك فوكس عايش فين. الهابيتات يعني where the animal live، هو عايش فين. هستنى اجاباتكم في الكومنتس. البادي بتاع البنجوين covered متغطي بايه؟ البادي بتاع الفينيك فوكس متغطي covered بايه؟ تاني حاجة بيقولي الهابيتات بتاع البولار بير والهابيتات بتاع الفورست بير. الفير كولر بتاع البولار بير والفير كولر بتاع الفورست بير. سهل جدا، وياريت يا حبايبي نكتب في الكومنتس الاجابات، واللي هيكتب صح هقول اسمه في الفيديو الجاي ان شاء الله. بعد كده بيقولي choose the correct answer أو choose the animals that use camouflage adaptation to blend in with its environment. مين هنا عامل كاموفلاج؟ مش باين أصلا. مين عامل تمويه؟ الفروج. الفروج لونها جرين واقفة على جرين ليفز، يعني عاملة كاموفلاج. بعد كده ومين كمان؟ والليزرد ده أنا مش شايفاها أصلا في الصورة. الليزرد هي كمان عاملة كاموفلاج. Look at the opposite figures then answer the following questions. الكريكال lives in. الكريكال عايش فين؟ طبعا عايش في الديزرت. It has dot colored fur زي ما احنا شايفين، ومن اسمها زي الديزرت ما فيها ساند هو كمان has sandy colored fur. sandy اكتبها لكم sandy colored fur. ياريت نكتب كتير كتير ونحل كتير علشان الساينس محتاج ان انت تكتب بايديك وتحل كتير يا حبايبي عشان تبقى مميز فيه. وما ننساش سبسكرايب ولايك وشير للفيديو. بعد كده بيقول لي ان السانتي colored fur ده which help it to blend in with surrounding environment and this property of adaptation called camouflage. camouflage. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا الاكسرسايز كلها اللي موجودة على الليسون. ياريت ما ننساش سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو. كمان جروبات الواتس موجودة في الديسكريبشن بوكس لو حابين تتواصلوا معايا، والحجز دروس الأونلاين. Thank you Primary 4.